السلام عليكم. هنكمل إن شاء الله سلسلة تحليل الأسهم اللي قلنا عليها الأسبوع اللي فات. كل أسبوع هنحلل سهم سوا بالطريقة اللي اتكلمنا عليها في الفيديو ده بشكل عملي، ونمشي على الخطوات بالتفصيل وبمثال على سهم فعلي من البورصة المصرية. وسهم النهاردة طلبه مننا الأستاذ عبد الله حسن، وهو سهم المنصورة للدواجن. أولا التعريف بالشركة نفسها ونشاطها. شركة المنصورة للدواجن باين من اسمها بتشتغل في إنتاج الدواجن بداية من التفريخ، وطبعا عندها مزارع للدواجن وصيدلية بيطرية كاملة، وكمان الشركة عندها مصنع الأعلاف الخاص بيها، وعندها بعض مزارع الخضروات. يعني تعتبر شركة متكاملة فيما يخص إنتاج الدواجن في مصر، من أول التفريخ لحد بيع الدواجن الجاهزة أو المجمدة في الهايبر ماركت. الشركة موجودة في السوق من سنة 83، وتم إدراجها في البورصة المصرية سنة 1995. رئيس مجلس الإدارة المهندس إسلام محمد نجيب حسين، وهو رئيس شركة زيتا للاستثمار، والعضو المنتدب طارق عبد الرازق. أكبر المساهمين في الشركة هم سيف محمود حسن جاب الله، صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس، شركة زيتا للاستثمار، طارق عبد الرازق ومجموعاته، ومحمد محمود حسن جاب الله اللي هو أخو سيف محمود حسن، طبعا مع حفظ الألقاب لهم جميعا. الخطوة الثانية ندخل على التحليل المالي. رأس مال الشركة حاليا $168,000,000 مقسم على 625 مليون سهم. ربحية السهم 17 قرش، ومضاعف الربحية 10.9. الشركة ما بتوزعش أرباح نقدية بقالها مدة من 2017 تقريبا، بس كل كام سنة بتوزع أسهم، يعني نقدر نعتبر إن السهم ده سهم رأس مالي. لو دخلنا على موقع انفستنج عشان نشوف ملخص للقوائم المالية هنلاقيه جايب لحد سنة 2023 بس. وفي هنا حاجة عايز أقولها: مصدرك دايما للمعلومات المالية زي القوائم المالية لازم يكون موثق. يعني أولا موقع البورصة المصرية، ثانيا موقع الشركة نفسها. أغلب الشركات الكبيرة المدرجة بترفع القوائم المالية السنوية المجمعة أو الربع سنوية لكل فصل في السنة على موقعها الرسمي زي ما هنعمل كده. وده ما يمنعش طبعا إننا نستخدم المواقع علشان بتسهل علينا الوصول للمعلومة بشكل أسرع، لأن هم أصلا أصحاب المواقع بياخدوا القوائم ويلخصوها، بس عشان تبقى عارف الأصل فين. لو دخلنا على موقع البورصة المصرية إفصاح الشركات واخترنا المنصورة للدواجن، هنلاقي الشركة لسه ما عملتش إفصاح لنتيجة أعمالها الفترة اللي فاتت، فإحنا هنشتغل على آخر إفصاحات عندنا عشان نقيم الدنيا. ويلا نجرب الموقع الرسمي كده. لما ندخل على موقع المنصورة للدواجن هنلاقيه رافع القوائم لحد الربع الثالث من سنة 2024، ولسه القوائم بتاعت آخر السنة لسه ما ظهرتش حتى الآن. لما الشركة تنزل إفصاح هنضيفه إن شاء الله هنا ونحدث بالفيديو. تمام. ونخلي بالنا هنا من كذا حاجة. المجال ده ليه طبيعة خاصة، في دورات بتكسب وفي دورات بيكون المكسب فيها قليل في السنة. عشان كده لما نقارن أرقام المدة نفسها من السنة اللي فاتت سواء إيرادات أو مصروفات عشان نشوف الصورة أوضح. بالمقارنة كده في قائمة الميزانية هنلاحظ إن أصول الشركة بتزيد بشكل كويس، والتزاماتها برضو بتزيد بس مش بنفس الوتيرة، ودي حاجة كويسة، وده بينعكس على قيمة السهم اللي بتزيد مع الوقت. وبالنسبة لقائمة الدخل إيراد الشركة في تزايد بمقارنة كل ربع سنة بنفس المدة من السنة اللي فاتت، وبالتالي زيادة في الأرباح، وده معناه إن الشركة بتنمو بمعدل كويس. بالنسبة لقائمة التدفقات النقدية فالشركة أداها ممتاز جدا، ومفيش أي مشكلة في السيولة، والسيولة كافية تغطي النفقات والالتزامات قصيرة الأجل. وفي معلومة برضو مهمة هنا لازم نتكلم عنها وإحنا لسه في التحليل المالي، إن أكتر من 60% من مدخلات الصناعة مستوردة ومتسعرة بالدولار، ودي نسبة كبيرة، وبالتالي فإن أي انخفاض في قيمة العملة المحلية قصاد الدولار بيأثر على تكاليف الإنتاج، وطبعا الشركة بتعوض ده من خلال رفع الأسعار، بس ناخد النقطة دي في الحسبان. بالنسبة للتحليل الفني، وزي ما اتفقنا التحليل الفني هو مكمل للتحليل المالي ومش بديل عنه، وإنك كمستثمر طويل الأجل مش مطلوب منك غير إنك تعرف الأساسيات بس. بالنظر إلى مؤشر السهم بالعين المجردة كده واضح جدا إنه في اتجاه صاعد، لأنه كل مرة بيوصل لقمة أعلى من القمة اللي قبلها وقاع أعلى من القاع اللي قبله، ونقدر نعمل خط اتجاه كده ونعمل قناة صاعدة ونوصل خط هنا وخط هنا. وأقول لك إن السهم ده لو اخترق المقاومة اللي هي جنيه 88 يبقى مستهدف فنيا مستوى 2 جنيه و2 جنيه 20، وفي حالة لو السهم اختبر المقاومة دي وارتد منها يبقى ينزل لمستوى جنيه 75 قرش، ومنها لجنيه 65. طب نكبر الشاشة كده وأقول لك لأ،
ده في مقاومة كبيرة هنا عند جنيه 90 قرش، هنستنى إشارة، لو اختبر وكسر يبقى صعود قوي جدا، ولو لأ يبقى هينزل جدا زي ما نزل هنا قبل كده. تمام، كل الكلام ده كويس وهنلاقي فيديوهات منه كتير لناس أفاضل بيحللوا السهم فنيا، بس احنا هنا اتفقنا ان احنا هنعمل تحليل بطريقة مختلفة شوية. احنا هنحلل أسباب الصعود والهبوط، ونعرف هل كان الصعود أو الهبوط ده مبرر ولا لأ، من خلال الأخبار والأحداث الجوهرية اللي حصلت في الشركة وسببت الصعود أو الهبوط ده. تعالى نسأل أول سؤال، ايه اللي خلى السهم ده ينزل كده من جنيه 90 قرش لما يوصل ل 63 قرش تقريبا؟ الإجابة اللي حصل ساعتها إن الشركة قسمت السهم ل20 سهم. أيوة، يعني لو كان معاك 1000 سهم قبل التقسيم، هنا هيكون معاك 20,000 سهم بعد النزول الجميل ده. وكان في توزيع تاني أو تقسيم تاني هنا في شهر مارس 2022، كل 5 أسهم عليهم سهم، وده واضح من شكل المؤشر. وتوزيعة تانية هنا برضو كل سهم هيبقى سهم وربع تقريبا. وفي آخر سنة 2022 حصلت أزمة كبيرة في أسعار الأعلاف، وده أدى لنزوح عدد كبير من المربيين، وده طبعا أثر على القطاع ككل. تمام، في صعود قوي جدا هنا. وبعمل بحث لقيت إن الشركة وقتها طلعت بيان إن مفيش أحداث جوهرية أو استحواذ، لكن في نفس التوقيت ده كان في خبر إن الشركة بتتوسع واستثمرت في شركة فروست بيرد لإنتاج البيض. ديسمبر 2024 كان في هبوط في السوق كله، وزي ما بنلاحظ دايما الشركة سهمها قوي، مع أي هبوط السهم بيلم بسرعة ويعاود الصعود مرة تانية. حتى في بداية شهر إبريل والتخبط اللي حصل في وسط نزول كل الأسهم كان محافظ على اتجاهه، وكان من الأسهم القليلة الثابتة في الوقت ده. وده بيدل على حاجتين، قوة الشركة ماليا وتفاؤل المستثمرين بمستقبل الشركة. وبكده نكون وصلنا للتوصية. في رأيي الشخصي أنا شايف إنه سهم قوي ماليا، وأرقام إيراداته وأرباحه مبشرة، وفنيا اتجاه السهم صاعد. يمكن التعقيب الوحيد هنا في السعر والعائد، إنه سهم مش بيوزع أرباح نقدية فبتحسبه كاستثمار طويل الأجل. لو اشتريت السهم ده دلوقتي بسعره ده لمدة سنة بناء على أرباحه السابقة هيكون بكام؟ فهكسب كام في المية؟ أو هيوزع أسهم كام عشان أحسب نسبته من الزيادة؟ وهعمل إيه لو الشركة ما وزعتش سهم السنة دي؟ هل هصبر سنة كمان ولا سعره وقتها هيعوض ده؟ وكمان مستنيين الإفصاح عن آخر ربع عشان نشوف نصيب السهم من الأرباح كام ونسبته كام، عشان نقدر نحدد سعره العادل كام دلوقتي. وطبعا قرار الشراء والبيع ده قرارك الشخصي. وفي نصايح بكررها دايما بس لازم أأكد عليها، اعمل حسابك انك بتستثمر استثمار طويل الأجل، بلاش مضاربة، صدقني كده أكسب لك. حدد الأول هتشتري ايه وبكام، وهتبيع امتى وبكام، واركن أعصابك في التلاجة، اتعامل بالأرقام بس، واشتري على مراحل مش مرة واحدة، وتخلي دايما معاك سيولة لو أي سهم من الأسهم دي نزلت تشتري عشان تعمل متوسطات سعرية كويسة. لأن خلي بالك المكسب الصح في الشراء مش في البيع. وابعد عن أي توصيات عشوائية من جروبات السوشيال ميديا، لازم تراجع على أي سهم بنفسك، ما تخليش حد يصربعك على شراء أو بيع. الفرص في البورصة ما بتنتهيش، واوعى تشتري سهم بيخسر أو سهم شركة بتخسر مهما كان سعره. عدد الأسهم المناسب من وجهة نظري هما من 3 ل 5 أسهم، ويكونوا متنوعين على القطاعات المختلفة مش قطاع واحد. يعني ما تخليش المحفظة بتاعتك سهم واحد، وما تكترش عن 5 أسهم عشان تبقى مركز ومتابعهم كويس. لو وصلت لحد هنا اكتب لي في التعليقات حابب نحلل سهم ايه في الفيديو الجاي، ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك، ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة.